من أني تزوجت يعني ب16 سنة، فقاموا يحاربونا يعني هواية حاربونا، بس شنو حاربوا أبويا وأخويا هواية من قدامي، ضربوا أخويا قالوا تعالوا نعطيكم جناسي، واحنا رحنا عود ينطونا جناسي. من رجعنا البيت شفت ماخذين أبويا وأمي وأخويا وبيبيتي، فإلي أخذوني وخلوني أني بالسجن. هم يومين وراي قبلي سفروا بيوم، أني وراهم بأسبوع يلا رحت. فمن رحنا شفت هذا اللي يسجل أسامي اللي مسفريهم، باوعد شفت اسم أهلي دازيهم مخيم بأصفهان. فهناك من أني ماخذوني حطوني فتشادر بمسؤولة مرة، قلت لها إذا ماكو زحمة أني ترى يعني مو مثلا شاب وجال صغير وياي، بلكي أنت تنامين يمي يعني أخاف والله. هي خطية المرة هم عراقية من عندنا، قعدت يمي وصار الصبح الناس جوين قالوا جايبين عوائل وآثاري. أمي هاي الأسبوع كله تروح وتجي تشوف أني مثلا جاية، لا عاد من شافتني بكت قالت لعد وسام وين؟ قلت لها إياته وياي هواية يعني بكت، قالت همزين ما صدام أخذه. قلت له لا هو تنازل أبو وسام عليه وانطاني إياه. فبقينا حوالي 4 أشهر، فبعد 4 أشهر طلعنا كل أني وأبويا وأمي. بعد إذا بنتي جتي للدنيا فالجوارين يساعدوني على هاي يتيمة ما عدا أب، هاي خطية أرملة ما عدا رجال، فعلى مساعدة العالم كله يعني شوية قضيناه. فالعالم عرفوني وقاموا يجيبوا لي خياطة معبي هم نفانيف، يعني صار السقوط مال صدام جماعة جوين يعني قالوا ويشي يعني. طبعا فرحنا لأن هو هواية أدى الأكراد الفيدية، هو وين خلى واحد من عندهم سالم. طبعا هذا هو عمره شقد يعني، من طلعنا هناك من المخيم صار كان عمره 2 ونشوف العالم كل واحد أبويا وكل واحد هذا يصرف له وهذا واي باوع علي. يقول مثلا أني أبويا وين؟ قلت له أبوك مسافر راح يرجع إن شاء الله عن قريب يرجع، أنت مثل الجهال يصير عندك مثلا أبوك يجي يداريك. بقينا لحد سنة 85 جماعة جوين قالوا يعني جماعة طبعا عرف من الأكراد الفيدية، قالوا ترى هيجي مثلا أبو صدام انعدم وقالوا لي خلي يعني تقول للأم وسام هناك خطية عليه. بالآخر جهال 2 وجال ما يدور على أبوه، كل جال من هو من وسام وآم شوية شوية على ما كبروا وصار سمعت بالإعدام فهمتهم على مثلا هذا صدام كافر يعدم يقتل يسوي هواية الناس هواية أطفالك يتامى مو بس أنتو، يعني فهمتهم حتى يعني الأمور تمشي ما يفكرون بالأب. شو تسوي بقى؟ وبعد ما كبروا قلت لهم ترى يعني قضية صدام قضية أبوه، هاي مشاعري شنو يعني مثل كل واحدة أرملة لا رجال على راسه ولا شو تربي يتام. البنية يعني يدرون تزوجت واحد معوق 20 سنة أكبر من عندها، يعني أنا ما رضيت قلت له لا تسويني شي شغلة باكر أنت تصيرين 30 سنة هي عمرها 14 سنة. قال شو أسوي أنا أقعد يمك أموت من الجوع. بس انفصلت عن رجلها وجهالة 2 عندها. يعني بعد احنا صارنا 40 سنة هنا تعبنا وكل شيء ما حصل. المسؤولين المفروض هم يفكرون بدون ما احنا نقول، يدرون اكو عوالم مسفرين ما عندهم احد، ما عندهم جناسي، ما يقدرون يروحون منا ومنا، قوت لا يموت عايشين.